وحضرتك بتشتري وحدة عقارية بره مصر، في الغالب بيكلمك البروكر او السيلز دايركت من الشركة وبيقول لحضرتك في مشروع جديد هيفتح في المنطقة الفلانية، فلازم حضرتك تحجز معانا وتستنى وقت اللونش عشان خاطر تقدر تشتري وحدة وتختار الوحدة بتاعتك وانت قاعد بره مصر، وبتحول الفلوس وبتحجز، وبعد كده بيرجع لك العقد وبتمضي على العقد، وبروسيس كبيرة كده. ما بتاخدش بالك خالص ان الوحدة اللي انت اخترتها دي هي اللي هتجيلك مكانها في العقد ولا لا. ما بتاخدش بالك خالص ان الوحدة دي ممكن حضرتك تحجز وتلاقي الاسعار متغيرة، فتيجي تسترد الحجز اللي انت حجزت بيه يقولوا لك لا، الحجز ده للاسف مش مسترد. الحقيقة في الفيديو ده عايز انصح الناس اللي بتشتري وحدات عقارية قاعدين بره مصر، واقول لهم ايه هي الخطوات بشكل منظم جدا اللي لازم يخلي بالهم منها، بالذات لو بيشتروا في مشاريع بتلونش جديد او المشاريع الجديدة اللي موجودة بشكل عام اللي بتطرح اليومين دول. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت، وهبتدي بأول حاجة. أول حاجة لازم حضرتك تتأكد إن اللي بيكلم حضرتك ده بروكر ولا من الشركة، لأن دلوقتي الكروت دي بتتضرب، وممكن أنا أكلمك وأنا من شركة مثلا إعمار أو من شركة مثلا سودك أو من شركة ماونتن فيو وأنا أصلا مش في الشركة دي. فلازم تتأكد إن اللي بيكلم حضرتك هو بروكر ولا من الشركه دايركت، وما فيهاش مشكله خالص انك تتعاون مع ده او مع ده، بس لازم تحس ان في مصداقيه في الاول في الشخص اللي بيكلم حضرتك. ادي اول نقطه. طيب تاني نقطه، لازم حضرتك تتاكد قبل ما تحول الحجز اللي حضرتك هتحوله ده، هل الشركه فاتحه باب الحجز ولا هي خلصت حجوزات وهو بيقول لك حول عشان خاطر احتمال لما يجي يسكنه حضرتك تبقى موجود، لان هتقابلك مشكله انك مش هيطلع لك استماره. لو ما طلعلكش استماره بالحجز بتاعك ما تحطش حجز خالص. تاني حاجة، لازم حضرتك تتأكد ان الحجز ده مسترد، بيبقى مكتوب في اخر الحجز او الريزرفيشن هذا المبلغ مسترد بالكامل، يعني refundable او unrefundable. دي نقطة مهمة جدا. رابع حاجة، لازم حضرتك تتأكد ان الوحدة اللي انت بتحجز عليها هل هي وحدة طبقا لرغبتك، استوديو ولا 1 بيدروم ولا 2 بيدروم ولا 3 بيدروم ولا فيلا ولا مكتب ولا محل. ما يقولكش احجز اي وحدة في امل ان احنا ممكن نلاقي وحدة تانية، لا، خليك واضح والحاجات تبقى منظمة ومكتوبة من الاول بشكل صريح جدا. طيب لازم تتأكد ان الحساب اللي انت حضرتك، دي النقطة رقم 5، ان الحساب اللي بتحول عليه هو حساب الشركة فعلا مش حساب شخص معين. طيب النقطة الأخيرة أو النقطة السادسة، لازم تتأكد إن أصلا الشركة دي هي بس أوراقها سليمة، على الأقل بيبقى في اختار تخصيص للشركة دي موجود، محضر استلام قطعة أرض، مش هقول لك رخصة إنشاءات لأن هي بتطول ويحبذ يبقى في قرار وزاري. دي الحاجات اللي لازم تتأكد منها. طيب دي في مرحلة قبل الحجز، طب أو قبل ما يحصل لونش. طب ولما بيحصل لونش بقى في شوية حاجات تانية لازم تتأكد منها. ايه هي؟ رقم 1، لازم تبلغ الشخص السيلز او البروكر انه يبلغك بميعاد اللونش قبل اللونش بيوم او بيومين على الاقل عشان تبقى جاهز ومستعد، لان ده بيبقى عن طريق زوم ميتنج وبيبقى زحمة وبيشتتك في الاختيار. رقم 2، لازم، ودي نقطة مهمة جدا، تتأكد ان الوحدة اللي بتختارها على المكان على الماستر بلان من كود الوحدة، كود العمارة، كود الفيلا في الماستر بلان، رقم الشقة في الدور، رقم المكتب في الدور، رقم المحل في الدور، واضحين من البداية. ولما ده يحصل خليه يبعت لك ان مكتوب في اللي هي قبل ما انت حضرتك المرحلة اللي بعديها تحول المقدم، فبيعمل لك بقى زي ايه، يعني الاولانية بيتقال عليها AOI، بتبقى ورقة كده اللي هي جدية حجز. التانية بتبقى ريزرفيشن، خلاص انا اخترت وحدة بعينها هي دي اللي هشتريها، فكودها على الماستر بلان وكود الوحدة نفسها ده مهم جدا، والمساحة طبعا. وبعد كده بقى حضرتك تفاصيل تانية زي لو شقة، الفيو بتاعها، تقسيمة الشقة، الدور مهم جدا، الاتجاه بحري ولا قبلي ده مهم جدا. في المكاتب والمحلات ليها معايير تانية، فدي حاجات مهمة جدا لازم تبقى حضرتك عارفها، وبيحصل فيها مشاكل بقى كتيرة جدا.
بالاضافه كمان الى ان السعر اللي حضرتك هتحجز عليه لازم يكون واضح وصريح. هو انا ليه بحجز قبل الناس كلها ما بتحجز؟ عشان استفيد بالسعر لانه في اللونش انت في الغالب لما بيبيعوا بس 50% من الفيز اللي فاتحينها بيزودوا 10 20%. فلازم تتاكد من السعر اللي حضرتك بتحجز عليه، واعرف ان فلوسك ممكن تقعد من شهر لشهرين عقبال ما ترجع لك، سواء حجز او مقدم حضرتك دفعته. دي كانت نصايح سريعة جدا. في نصايح تانية طبعا، لما طبعا تفاصيل العقد لازم تتأكد من ايه، بس دي مرحلة متقدمة. والمكان ده، هل المكان ده مناسب ليك في الاستثمار ولا لا، والحاجات دي كلها مش هتكلم عليها في الفيديو ده. انا بس حبيت اعرف حضرتك كده جزئيات مهمة قبل ما حضرتك تقبل او تحجز على مشروع. وطبعا انا بصفتي سي او للشركه وتيم المبيعات عندنا في شركه توب مانجمنت يقدر يساعد حضرتك في اي وقت، بس ابعت لي على الواتساب وانا في خدمتك. شكرا.